الطفل بيصحى من النوم الساعة 6 الصبح عشان يلحق مدرسته الساعة 7، وبيقعد هناك لحد الساعة 2، يعني تقريبا 7 ساعات. يرجع من المدرسة يدوب يذاكر نفس المنهج اللي أخده في المدرسة، وبعد كده ينزل يروح دروسه وحصصه، ويرجع يكمل باقي واجباته، وعلى الساعة 9 ينام، وتقريبا مفيش وقت للتمارين. طبعا مع كل ده لازم الأم تتدخل، وإلا الطفل هيضيع. كمية معلومات بنحشيها في مخ الطفل غير طبيعية. بياخدوا مناهج احنا حرفيا كنا بناخدها في اعدادي وفي ثانوي. بيفضل يذاكر طول الترم 3 شهور عشان ساعة ونص بتوع الامتحان، وبعد ما يخلص امتحانه كل المعلومات اللي كانت في دماغه بتتمحي حرفيا. المدرسة بتجري عشان تلحق تخلص المنهج، الأم بتجري عشان تلحق تلم المنهج، الدروس بتجري، كله بيجري، حتى الطفل نفسه. الطفل ده بيعيش طفولته امتى؟ أمهات مسخرة حياتها كلها عشان ولادها بس، وأطفال مش عارفين يعيشوا طفولتهم، وأب طالع عينه عشان يوفر مصاريف المدرسة والدروس. وفي النهاية نظام التعليم بتاعنا هو الرقم 140 تقريبا، يعني الأم بتلف حوالين نفسها ومعاها الطفل والأب كمان. مين بقى اللي بيعيش حياته؟ وفي النهاية الناس دي بتعاني لوحدها، ولا حد سامع ولا شايف ولا حتى مهتم.